انت السبب يا عبد الحميد في اللي العربيات عماله ايه يا عم الجوان باظ يا عم. محمد تظلمني بقى يا عم. ايه اللي حصل؟ العربيه دي انت لحقتها قبل ما تجيب موتور ولا؟ الحمد لله. يعني دي بص كده نفس عندنا المشكلة حالتين، دي. بس عندي موديل ودي موديل. ايه اللي حصل دي بقى؟ احنا عندنا عيب استخدام وده عندنا عيب صناعه. عيب استخدام وعيب صناعه. دي العربيه اللي احنا امبارح كنا بنكشف عليها بالكاميرا، حلو. تمام، والحمد لله طلع عن تشخيص صح 100%. الجوان عامل ازاي؟ طلعت- الجوان الكاميرا امبارح كانت جايبه طبعا البستين كلها كانت مليانه ميه. طلعت اجهزتك بتنفع. وطلع الجوان اهو مقطوع بقى، مش ضارب، ده مقطوع. ده منظر الموتور، وان شاء الله هنراجع بقى البسات. انت قلت لي ترموستات الكوعه بتاعت العربيات تيجو التيجو 7 بتعلق. وريني وريني كده بقى، اشرح لي بص يا هندسه، عمل ايه، بتعلق ازاي؟ لو انت ملاحظ دلوقتي استاذنك بس كده، بص كده الحته اللمعه دي، الترموستات دي بترفع ما بتردش تاني، فبتفضل قافله. يعني بتبقى مقفوله. بتعمل زي دقره، انا اسف، بتعمل زي دقره وهي في الطلوع والنزول. بس كده. فبالتالي الميه بتبطل تدخل الميه البارده على الموتور، ما بتدخلهاش، فبالتالي العربيه تسخن، تبدا ترفع درجه حراره. طب في ناس ساعات بتعاني اللي هي على الطرق المفتوحه، بتبدا تلاقي مؤشر الحراره بتاعها اقل من الطبيعي. يعني المفروض مثلا هو في النص، لا بتلاقيه اقل من النص. بص، هو على الطرق المفتوحه عامه المفروض الهواء بيبقى مقابل لدوره التبريد، فبالتالي بتنزل نص درجه او درجه عن المعتاد على العداد. بس لو درجه الحراره اقل بقى بكتير، معنى ذلك ان الدايره مفتوحه، لا الترموستات ملغيه لا الترموستات بايظه، بس على وضع المفتوح مش المقفول. فوضع المفتوح ما يأذيش قوي الا في استهلاك البنزين. استهلاك البنزين، كفاءه الموتور طبعا بتبقى وحشه جدا، تحس ان الموتور بيترعش، تحس ان الطلعه بتاعه الموتور مختلفه. طبعا استهلاك بنزين عالي جدا زي ما انت وضحت. تمام، لكن الخوف كله اما الترموستات دي تعلق وهي مقفوله. دي بقى المشكله، دي اللي كانت في العربيه دي. العربيه دي جايه بتشتكي من ارتفاع درجه الحراره. العربيه ديت هي ديت اللي انت قلت تكشف على كل الترموستات بالظبط كده، ونراجعها الحمد لله فري يعني. تمام. المهم جينا كشفنا عليها بجهاز كشف الاعطال وشفنا درجه الحراره، درجه دلوقتي 93. تمام. ممكن نبص هنا على درجه الحراره 93 دي كده بعد ما غيرنا الترموستات دلوقتي، وبدا الموتور يعمل بكفاءه عاديه. الاول كانت بتوصل ل 99 و100 والموتور المروحه ما بتشتغلش، فالعربيه ما بتبردش. تمام. فممكن مع مشوار طويل او شويه زحام وزنقه العربيه تجيب جوه نص سلندر. لا حول الله. ربنا كرمنا الحمد لله دي ولحقناها وغيرنا الترموستات اللي في ايدك دي. وحرام اللي بيحصل فيها العربيه دي. ما هو بقى بص كده المروحه شغاله على درجه حراره 93، المروحه شغاله 91 وهتبدا تنزل تاني 90 وهتبدا تنزل تاني، وبعد كده تبدا توصل ل 96. الترموستات تبدا تشتغل طبيعي، فالمروحه تبدا تشتغل تاني طبيعي، فبرد العربيه تاني. الله ينور. حبيبي يا هندسه، العلم بينفع والكاميرات بتنفع. شكرا يا